تخيل معايا كده واحد من سنة 1920 صحي النهاردة ولقاك ماسك حتة حديدة اللي هو الموبايل، وبتكلم واحد في آخر الدنيا فيديو. تفتكر هينبهر ولا هيقولك أنا كنت متوقع أكتر من كده؟ زمان الناس كانت خيالاتها طايرة في السماء، وكانوا شايفين إن سنة 2000 وما بعدها هتبقى عبارة عن مدن فوق السحاب وعربيات بتطير. تعالوا نشوف هما كانوا مستنيين مننا إيه. من أول القرن العشرين والرسامين والكتاب ما كانش وراهم سيرة غير إن الشوارع هتفضى والزحمة هتبقى في السماء. هنري فورد مثلا قال سنة 1940، افتكروا كلامي، الطيارة والعربية هيتحدوا بعض، لدرجة إن هم رسموا بوسترات لعمال البريد وهم بيوزعوا الجوابات بالجيت باكس. المفاجأة بقى إننا في 2026 ولسه بنقف بالساعات على الدائري وبنستنى الميكروباص. الخيال غلب الواقع. زمان كانوا بيتوقعوا إن الروبوتات هتطبخ وتغسل. كاتب الخيال العلمي إسحاق أسيموف في سنة 1964 توقع إن البيوت هتبقى أوتوماتيك بالكامل، وإننا مش هنحتاج نطبخ، الأكل هيجهز بلمسة زرار. زي ما قال أسيموف، الأجهزة في المستقبل هتعفي الإنسان من الأعمال الروتينية المملة. وفعلا النهاردة عندنا الإير فراير وعندنا روبوت مكنسة، بس لسه بنشيل هم المواعين برضو. يعني نص التوقع حصل والنص التاني لسه بنعافر فيه. الفكرة اللي جاية أغرب من اللي فات. العلماء توقعوا إن التعليم هيبقى بالكهرباء. في رسام فرنسي سنة 1910 رسم لوحة لطلبة في مدرسة، والمدرس بيحط الكتب في مفرمة، والكهرباء بتنقل المعلومات لعقول الطلبة من غير أي مجهود. تخيل لو ده كان حصل، كنت هتوفر مجهود المذاكرة ده كله. هما كانوا فاكرين إن العلم هيبقى زي حقنة أو شحنة كهربائية، ما كانوش يعرفوا إننا هيبقى عندنا يوتيوب وذكاء اصطناعي بيشرح لنا كل حاجة وإحنا قاعدين على الكنبة. لو هنتكلم بقى عن المستقبل، يبقى لازم ننحني تعظيم سلام لجول فيرن. الراجل ده في القرن ال19 كتب من الأرض للقمر. تخيل قبل ما أرمسترونج يطلع حتى برجله هناك ب100 سنة كاملة. هو وصف بدقة مذهلة إزاي المركب هتطلع، لا ده وصف كمان انعدام الجاذبية. وزي ما قال فيرن، كل اللي إنسان يقدر يتخيله في غيره هيقدر يحققه. والمرعب إن في رواية تانية وصف الإنترنت، وتخيل إن في شبكة عالمية هتربط الناس ببعضها عن طريق أسلاك تحت الأرض. الناس وقتها قالوا عليه مجنون، والنهاردة إحنا عايشين جوه خياله. تعالى نرجع لكتب المعماريين في الخمسينات. دول كانوا خيالهم واسع زيادة عن اللزوم، كانوا راسمين مدن كاملة عايمة فوق المحيطات عشان يحلوا أزمة السكان، ومدن تانية متحركة بتمشي على عجل عملاق عشان تهرب من الجو الوحش. كانوا فاكرين إننا في 2026 هنكون بننقل بيوتنا من بلد لبلد كأننا بننقل عفش مثلا. ورغم إن كل ده ما حصلش بالشكل الحرفي، بس إحنا النهاردة بنبني جزر صناعية كاملة. يعني الماضي اللي كان بيحلم وإحنا بننفذ بس على الهادي شوية. والعلماء كمان توقعوا نهاية الأمراض وحلم الخلود في روايات الخيال العلمي القديمة. الكتاب كانوا شايفين إن الطب هيتطور لدرجة إن الموت نفسه هيبقى اختياري. كانوا فاكرين إننا هنخترع إكسير الحياة أو أجهزة ترجعنا شباب في ثواني. يعني عندك مثلا الكاتب هيج ويلز كان دايما بيطرح تساؤلات مرعبة عن التلاعب بالجينات وتطوير البشر. والنهارده مع تقنيات زي الاي اي والبايوتكنولوجي، احنا فعلا بدأنا نعدل في الجينات ونطول عمر الانسان بفضل ربنا. ثم الابحاث الطبية هم رسموا الطريق واحنا ماشيين فيه، بس بنهنج النهارده شوية من كتر التعب. الكتاب زمان توقعوا الاتصالات من الحمام الزاجل. كان في فكرة مسيطرة على كتاب زمان، وهي إننا هنبطل نتكلم بالبق. كانوا فاكرين إن التواصل هيبقى تلقائي أو عن طريق نقل الأفكار مباشر من الدماغ للدماغ باستخدام أجهزة بتتحط على الرأس. طبعا كل ده لسه محصلش، بس لما تبص على شريحة إيلون ماسك اللي بيجربها دلوقتي،
تحس إن الجماعة بتوع زمان دول عارفين كل حاجة وإحنا ما كناش فاهمينها. في النهاية يا صديقي، الحقيقة اللي أنت لازم تعرفها إننا النهاردة عايشين في مستقبل حد تاني كان بيحلم بيه قبل 100 سنة. يمكن ما بنطيرش بعربياتنا لسه، ويمكن ما بناخدش العلم بالكهرباء، بس إحنا معانا في جيوبنا تكنولوجيا كانت بالنسبة لهم سحر حرفيا. الكتاب والرسامين بتوع زمان دول علمونا حاجة واحدة بس، إن الخيال هو اللي بيبني الواقع، وإن اللي بنشوفه النهاردة بكرة أحفادنا هيشوفوه عادي جدا. السؤال بقى مش هما كانوا شايفيننا إزاي، السؤال إحنا شايفين اللي جاي إزاي. تفتكروا مثلا سنة 2126 الناس هتبص لفيديوهاتنا دي وتضحك، ولا هيقولوا إننا كنا جيل محظوظ؟ مستني أسمع خيالاتكم في الكومنتات. إيه أكتر اختراع نفسكم تشوفوه دلوقتي؟ ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير والسبسكرايب عشان نكبر القناة ونكمل حكاوينا. أشوفكم الحكاية اللي جاية. سلام.